سنة أب لطفلين، له يعني حانوت تاع مواد غذائية، وكان يعني الأب تاعها يشري من عنده عادي، حتى هي كانت تروح تشري عليه عادي. ركزوا معايا في الحكاية. الشرطة قبل وجود الجثة بيوم بدأت التحقيق، يعني بدات التحقيق مالي. أول شيء قاموا بجمع جميع صديقاتها اللي كانوا معاها، وخاصة الطفلة الأخيرة اللي كانت معاها. غنبداو بشوية باش نعرفوا واش صرا قبل خطف الطفلة. كانت معها كاميرات مراقبه. وهنا تبدا القصه. قالوا مروه خلصنا الامتحانات، تفاهمنا نخرجوا نتغداو. هادو صحاباتها نهار يديروا معاهم التحقيق، نتغداو مع بعض. كي ولا اخر يوم يعني تاع دراسه، تعرفوا البنات شيء عادي. مهم راحت بابها للمؤسسه اللي يخدم فيها، بحكم هو استاذ لغه انجليزيه. طلبت مروه من والد تاعها يمد لها دراهم باه تروح تتغدى مع البنات صحاباتها. قال لها روحي لماماك تمدلك. هزت صحاباتها وراحوا كيف كيف. من بعد تفارقوا هي وصديقاتها. اخر شخص كان معها هي صديقتها. تم خلاص كل الادله تاع الاصدقاء والاقارب. راحت التحريات الى كاميرات المراقبه، لقاو باللي مروه بعد ما تفارقت مع صديقتها جات وحده لابسه جلباب تحكي معاها. من بعد نعرفوا شكون هذه. جلباب تحكي معاها عادي ويمشيو، وتم كاميرات خلاص ما كان والو. جاو الكلاب وبداو بحمله يعني خلينا دوك نهضروا على التفاصيل. يعني الاول شيء الاولى كانت باغيه تروح تفطر مع صحاباتها، راح تجيب الدراهم باش تروح تشري. ثاني شيء تم استدراجها عن طريق مرأة متجلببة، يعني مولاة الجلباب. هنا نوصوكم ونوصو كامل الناس صواشيره. دائما وصوا ولادكم انه ما تروحوش مع اي شخص غريب مهما يكن. متجلببه ماشي متجلببه، بولحيه ماشي بولحيه. المهم علمهم ياخذوا حذرهم وما يامنوا في حتى واحد. شوفوا جماعه، نروحوا مباشره يعني للتحقيق. شاصره في التحقيق من يوم. شوفوا الجاني شادر. قلت لكم هذا الجاني في عمره 47 سنه، عنده 2 اطفال. ودوك نعرفوا الاسباب، كل شيء راح تشوفوه في الفيديو. نبداو وحده وحده. قالك من يوم عمليه الخطف حتى يوم العيد ونحن نتتبع الاخبار والمنشورات في التيك توك، لم تخرج اي شكوك حولنا بتاتا. قال لك بلي كي خطفناها قعدنا نعسوا في التيك توك وفي مواقع التواصل، لقينا بلي ما شكوش فينا. قال لك من يوم قال لك ما خلينا حتى دليل ورانا. كي خطفوها ما خلوه حتى دليل واحد، لا شافنا ولا على بالو بينا. وتاكدنا من ذلك من الصفحات والقصص الخرافيه اللي خرجوها عليها، انه هربت مع واحد، وهذيك الهضره اللي خرجها اوبرا ساعدتنا في ارتكاب الجريمه. قلنا خلاص راهم يقولوا هربت وغيرها من الخرافات هي اللي حفزتنا على قتل مروه. يعني كي شافوا باللي الناس راهي طالقه فيها الهضره باللي راهي هاربه، راهي في ولايه نديه، يعني الكلام اللي كان يدور حفزهم. هذا الشيء حفزهم باش يرتكبوا هذيك الجريمه والفعله تاعهم. يعني المجرمين راهم اعترفوا بكامل شدار وحتى كيفاش قتلوها وبالتفصيل الممل. دوك نحكوا بشويه. قالك خطفناها وعرفنا باللي خاطي هي المستهدف، حبينا نطلقوها. لقينا قوى عليها الحس ما سرقوها، بصح من بعد عرفوا باللي ماشي هي اللي راهم باغيين يدوها. يعني الحكايه اللي حكيتها لكم البارح كاينه منها، والحكايات في التيك توك والفيسبوك خفنا نباصيو، ما عرفناش واش نديرو. تطرقنا لعمليه القتل للاسف، لانه كلقى هذاك الحس يعني، والناس بدات تحوس عليها وبداو يهضروا عليها في التلفزيون، والناس طايحه ونايضه عليها ويحوسوا عليها. سيتلبكوا يكون يطلقوها راح تهضر وراح تكشفهم. خلاهم هذاك الحس وهذاك يعني الضجه اللي دارتها خلاهم يرتكبوا الجريمه. نروحوا للمجرمين. الام والبنت واخوتها الاثنان هم من شاركوا في العمليه البشعه، يعني عصابه متكونه من 4 اشخاص من عائله واحده. ما نهضروا على الام الفتاه، لا، السيد اللي قتل الام تاعه متورطه، الاخت تاعه هي اللي لبست الجلباب. دوك نهضروا ونشوفوا يعني شقال القاتل. السيد يعني هذا القاتل يعني الجاني، الاخت تاعه هي اللي لبست الجلباب وراحت جابت الفتاه. وعنده هذاك الشخص وكاين خوه واحد اخر، يعني كاين 2 شاشره خوت، وكاين البنت اللي هي اخت الجاني والام تاعهم. العصابه متكونه من 4 افراد من عائله واحده. القاتل في عمره 47 عنده هذاك الحانوت، وهو اللي يعني صمم وخطط يعني في هذه الجريمه، وكون يعني العائله تاعه، يعني امر العائله تاعه. كان هو المسيطر على القضيه كيفاش كانت ولا الجريمه كيفاش مرت.
كل المشاركين في الجريمة بدون استثناء كامل راهم مقبوض عليهم. الشرطة راهي عندها 20 يوم هي تفك في القضية وفي الحكاية هذه، حتى جابوا كل شيء كيما حكينا من الأول للآخر، وكيفية القتل وباه ماتت وكيفاه ماتت وكل شيء. اولا نبداو بعمليه يعني خطفوها صايد داوها تجويع الضحيه لكل هذه المده، اكلت وجبات قليله. هذا الجاني راه يتكلم، القاتل راه يهضر، قال لك بلي كلات ماكله غير شويه، وجبات قليله جدا. نستطيع ان نقول من شده الخوف لانها كانت معظم هذه الايام تنام لوحدها، والجاني كان قد زارها مرتين او ثلاثه فقط. كما قام المجرم بعملية اغتصاب الضحية ووجود تعنيف للضحية ومحاولة مقاومة من الضحية عند معاينة أظافر الضحية بوجود آثار جنائية للقاتل. راح تقولوا لي بلي قطع يديها أكيد، راح تشوفوا بلي صح قطع يدها بصح ما قطعهمش في جوج، قطع غير وحدة. اليد الزوجة كانت موجودة، ويعني الطب الشرعي اكتشف أنه كاينة يعني في أظافر الضحية وجود آثار للجاني. قام بذبحها وهي تقاوم بكل برودة أعصاب من الوريد للوريد بنزع الرأس من الجسم، واعترف باللي قطع لها رأسها هو الأول. بعد عملية الذبح قام المجرم بتقطيع أرجلها بمنشار كهربائي. إذن هذه بالنسبة لعملية القتل مراحل. قام بتقطيع يد واحدة فقط، وبعدها قام بوضعها في كيس بلاستيكي وإخراجها من المنزل مثل كيس قمامة كبش العيد. مين هو يعني ولد حرام سرقها، شوفوا سرقها في 22 ماي وقعد خازنها. وين قتلها في 6 جوان 6 جوان. في 6 جوان راح قتلها في عيد الأضحى المبارك، باش يعني لما يقطعها ويكون الدم ويكون تقطيع ويكون الاخر ما يشكوش فيه، يقولوا هذا راه يقطع في العياده تاعه وما يفيقوش به، فاهمين؟ حتى كي خرج لابوبيل ساكا بوبيل خرج فيه الجثه، الناس حسبت باللي بقايا الخروف كما الهيدوره كما ما يعني باش ما يعطولهش البال وما يتحلبولهش وما يفيقولهش باللي راه دار ارتكب جريمه. والله غير ابتلاء، نقولوا ربي يصبر اهلها. هذا مكان. وبعدها قام القاتل برميها في المكان الذي عثرت فيه ولم يدفنها، بل رماها ورمى عليها فضلات البناء وليس بالتراب. ما قدرش يعني يدفنها، راح قاس عليها فضلات يعني البناء، هذاك يعني لي مورسو تاع البني، هذاك الفضلات تاع البني قاسهم عليه، يعني هكا رمى هذاك الفضلات على الجثه. هذا مكان. تمت الإطاحة بالمجرم بعد تتبع خطوته من طرف فرقة البياري في قضية أخرى، وهذا قبل العثور على الضحية مروة. لأنه فرقة الآن راحوا سقساو الأب الوالد، قالوا له شكون راك شاك فيهم اللي عندك مشاكل معهم؟ احكى باللي هذوك الناس راه عنده ديجا مشاكل معهم وشاكي بهم، يعني دوك نحكوا الحكاية كيفاش صرات. المهم كان يعني سوء فهم بين ديك العائلة وهذيك العائلة، داروا يعني قاعدوا يعني البياري قاعدة تتبع في هذاك الشخص، وهذا الشيء كما سونسمير، يعني ما يهضرش يقولوا هاش رانا نديرو. يعني تحيه للدوله الجزائريه. واللي تفطن فرقه البياري والشرطه القضائيه راودتهم الشكوك لانه كان من ضمن قائمه المشكوك فيهم، والان بالنسبه للشرطه تبين لهم راس الخيط. لانه يوم اختطاف مروه اول سؤال طرح لاب مروه هو هل لك من اعداء؟ قال لهم نعم لدينا مشكل مع هذه العائله. قامت الشرطه القضائيه بالتحقيق مع العائله وتفتيش المنزل، لكن